ازيك يا دكتور؟ اهلا يا حبيب قلبي. اللي بيحصل ده يا دكتور دلوقتي دي تمثيلية. انا عايز اقول لحضرتك ان دي تمثيلية مفتعلة تماما، وكانت قدام عينيا النهاردة لما دخلت ميدان التحرير الساعة 1. ايه اللي حصل يا ودي شهادة انا ممكن اتحاسب عليها يوم الدين. بقول لحضرتك اللي حصل النهاردة، انا دخلت الميدان الساعة 1، قابلت شوية عيال صيع واقفين على اول الميدان، وعيال جهلة اصلا ولا يمتوا بصلة للشعب المصري واقفين، وكل واحد فيهم في جيبه العلبة الميريت، وبدل العلبة 2 و3 و4. الله، ده انت واحد صايع مش لاقي تاكل، منين جايب علبة ميريت ب 15 جنيه وعلبة تانية ميريت ب 15 جنيه من جمال مبارك يا بيه؟ ما علينا من الحاجة من جمال مبارك والله. انا قلت له يا ابني يا حبيبي انا معاكو، قال لي معانا، قلت له انا معاكو، قال لي، قلت له طبعا الناس اللي جايباكو، قال لي يا وخدت كام بقى؟ قلت له انت واخد كام؟ قال لي انا واخد 2250 جنيه في اليوم. قلت له وانا زيك برضه. تخيل تخيل انا عايز اقول لك على حاجه والشعب المصري الغلبان اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون. استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد اتفضل. يعني هو جمال مبارك لما يصرف $1 مليار وينتقم من المجلس العسكري ومن الجيش وينتقم من الناس اللي حطوه في السجن، المشكلة كلها ان المشير طيب، المشير بيضحك عليه في الوقت الحالي، المشير مش فاهم حاجة.